السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، يوم كله خير وبركة وطاقة ونشاط. نبدأ اليوم بتاعنا ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو انت اول مرة تزور قناتي نوريني باشتراكك عن طريق المستطيل الاحمر اللي تحت الشاشة، اضغطي عليه هيظهر لك الجرس، اختاري الكل علشان كل الفيديوهات اللي بنزلها توصل لكم بإذن الله. وما تنسونيش بلايك للفيديو تشجيعا منكم ليا. نبدأ يومنا نقول بسم الله. صباح الفل وصباح النشاط وصباح الطاقة الإيجابية ويومكم سعيد مبارك يا رب علينا وعلى الجميع. نبدأ اليوم بتاعنا بكل همة ونشاط والله المستعان. النهاردة روتين حلو جدا. أنا اليوم ده كان ما شاء الله كان حافل جدا 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 معايا. فالحمد لله يا رب والشكر لله. ربنا يا رب يعيننا ويقوينا كده يا رب على خدمة بيوتنا وخدمة أولادنا. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. ويعيننا ويقوينا على قد المسؤولية اللي احنا بنكون فيها، لأن طبعا مسؤولية البيت دي يعني يعني حاجة انت ما تقدريش ان انت تأثري فيها او تهملي فيها، لان اولا ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا عليها، وثانيا البيت لو انا اهملته فيه اكيد يعني هيبان فيه التقصير وكده. فالله المستعان وربنا يا رب يعيننا يا رب ويقوينا. اللهم امين يا رب العالمين. انا في اليوم ده انا هبدأ مع حضراتكم الروتين. كنا في الوقت ده كنا حوالي الساعة 5، كنا خلاص هنتغدى. بس بقى من طول النهار من الصبح انا طبعا يعني عايزه اقول لكم انا حرفيا ما كنتش قعدت. انا طول النهار كنت بقيت الفراخ اللي هي البيضه اللي كانت عندي فوق على السطوح. خلاص كده انا الحمد لله الحمد لله الدوره خلصت على خير. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. وخلاص انا خلصت الفراخ البيضه اللي عندي. فكنت بقى انتوا عارفين بقى التنظيف وان انت تقسمي وتقطعي وتنقعي وهكذا بياخد وقت طويل، وتسيبي الحاجه منقوعه شويه وهكذا. فربنا يا رب يعيننا. فانا قلت اخلص الاول الفراخ بما ان انا كده كده عندي غدايا. فانا دايما بحب استغل زي ما احنا متعودين مع بعض. احب قوي استغل اليوم اللي انا عندي اكل فيه اعمل فيه حاجه. مثلا انضف طيور، انضف سطوح، امسك السلم من فوق لتحت خالص، اكنسه وامسحه. يعني بصوا اعمل اي حاجه. المهم اليوم ده برضو يبقى شغله خفيف معايا، وفي نفس الوقت الشقه من جوه الدنيا تمام وزي الفل، مش مقصرة فيها او مش مضغوطة. فانا اليوم ده كان اكل عندي، فانا خلاص خلصت الطيور. طبعا احنا كنا نضفناها وقطعناها مع بعض قبل كده. وزي المعتاد الطريقه اللي انا بقطع بيها، انا مش بحب اتبل او احدد الوجبات اللي انا هعملها ايه. انا بقطع وتمام، ووقت بقى ما اطلعها اقرر واخد القرار ان انا هعمل ايه الفراخ يعني دي وكده. فالله المستعان، وكل واحد بيعمل يعني بصوا بالطريقه اللي بتريحه. صليت بنا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم اللي قبلها كانت الكوبيبه دي كانت متبقيه معايا. فانا كنت شلتها من الحله وحطيتها في طبق، وغسلت الحله كده من اول من اليوم اللي قبلها خلاص، عشان ما تفضلش كده في التلاجة كتير. كان عندي لسه شوربه يعني شويه حلوين، يعني مش اصغر بقى من حله لحله، لا، فانا سبتها في الحله بتاعتها وخلاص. لان انا عارفه ان انا تاني يوم وكده هعمل شويه شوربه لسان عصفور جنب تحمير الكوبيبه. تاني يوم احنا بناكل الكوبيبه بالشكل ده، اللي هي بحمرها في بيض بملح بفلفل وبنزل بيها في زيت. هي بتبقى جميله وبتبقى حلوه بصراحه، بس انا بحبها اول يوم اكتر. ليه؟ لانها بتبقى خفيفه، مش بقى متحمره في زيت. انا الحاجات اللي متحمره في زيت دي يعني بصوا كويسه، بس من الواحد مش بياكلها على طول. انا ما بحبش انا الحاجه اللي في زيت قوي او احس ان هي شاربه زيت. بس بتبقى صراحه طعمها حلو جدا، ومن جوه مش شاربه زيت ولا حاجه يعني، بس هي بتبقى من بره. فعشان كده انا بحب اطلعها على مناديل المطبخ يتشرب اي زيت زياده او حاجه. فانا هحمر الكوبيبه تاني يوم بتتحمر بالشكل ده. القرص بنزله في بيض، وبعدين على طول بروح حطاه في الزيت يتحمر وخلاص. وقلت اعمل كده شويه شوربه لسان عصفور، تبقى حاجه كده بحبها قوي جنب الكوبيبه، بتبلع كده الكوبيبه. ويعني بحب مثلا جنب المحشي ممكن اعمل شويه ملوخيه، جنب الكوبيبه اعمل برضو شوربه لسان عصفور. المهم يبقى شوربه، لان انا عندي الشوربه كشوربة صريحة ما بتتشرب يعني، ولادي مش بيشربوها قد كده. طبعا كل حد فينا عارف في بيته وولاده وجوزه بياكل ايه او بيشرب ايه، فاحنا بنعمل لاولادنا وازواجنا اللي هم عايزينه. كان عندي برضو باقي فراخ من اليوم اللي قبلها.
اللهم صل على النبي، كنت بقى دي الهياكل، فكنت مسيباها تسخن، وحمرت كده شوربة اللسان العصفور في معلقة سمنة، ويا دوبك كده تاخد لون، وبنزل بالشوربة ويا دوبك تغلي بروح طافية عليها. يعني هي دلوقتي مطفي عليها، مش تسوية الرز خالص، لا، هو مجرد ما اللسان العصفور بيغلي بروح طافية عليه. وبعدين بقى وقت الاكل لو انا حابه ان انا ازود شوربه عليه تمام، في بيحب يعني ياكله مثلا زي الرز كده برضو تمام. وطبعا طلعت شويه مخلل وبقيه الفراخ، واللهم لك الحمد ولك الشكر. يبقى انا كده فضل ونعمه قوي قوي قوي، وربنا يديمها علينا ويحفظها من الزوال. وده كده كان غدانا النهارده، كان في دبوس وكان جناح وكان هياكل، يعني كان بصوا ما شاء الله ما شاء الله، كان في خير ربنا كله موجود. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. بصوا بقى لسان العصفور حلو قوي قوي قوي، انا بحب شوربه لسان العصفور بصراحه. فاللهم لك الحمد ولك الشكر، ربنا يا رب يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال يا رب، اللهم امين امين يا رب العالمين. كده انا خلاص، زي ما بقول لحضراتكم بحب احط مناديل المطبخ علشان تتشرب اي زيت زياده وتبقى حلوه وجميله. انا عندي الولاد بصراحه بيحبوها متحمره تاني يوم، بس انا بحبها مسلوقه، وبعمل لهم طبعا اللي هم عايزينه وكده. ربنا يا رب يبارك فيهم ويهديهم يا رب، ويبارك لنا في اولادنا جميعا، ويرزق كل مشتاق بذريه صالحه يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. لو وصلت معايا لحد هنا فضلا منك يلا حطي لي لايك للفيديو لو انت لسه ما حطيتيش، ويلا بينا ندخل على غسيل المواعين. وفقره غسيل المواعين فقرة الدردشة مع اخواتي الغاليين. حبيبتي بتقولي يا بسمة ادعي لي إيه يا بسمة، ومتابعينك بهداية زوجي ويشوف مصالحه، انا مش عارفة اشتكي لك ايه ولا ايه، ونفسيتي صفر، مش عارفة اعمل ايه، ومش عايزة اخرب بيتي لان معايا بنتين. ادعوا لها يا بنات بالله عليكم، ربنا يا رب يهدي لها زوجها يا رب، ويهديه لنفسه ويبعد عنه شيطانه يا رب، ويبعد عننا الشيطان جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. ويصلح حالنا يا رب يا رب، وربنا كده ينور بصره وبصيرته وينور قلبه للحق، اللهم امين يا رب العالمين. ويهديهم لبعض ويجعلهم كده يا رب قرة عين لبعض يا رب، ويجعلهم كده يعني ازواج هادية، ربنا يهديهم يا رب لبعض. فادعوا لها بالله عليكم، ليها والكل السامعين، انا وانتم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يهدينا لبعض، احنا وازواجنا لبعض يعني، وكده كل واحد ربنا يهديها لزوجها، وربنا يهدي زوجها ليها ولبيته، اللهم امين امين يا رب العالمين. فربنا يروق بالك يا حبيبتي ويصلح حالك وحالنا يا رب وحال الجميع، اللهم امين يا رب العالمين. برضو كانت حبيبتي بتقولي يا بسمة، دي بقى بصراحة يعني عايزه اقول لكم ايه، انا مش عارفه ارد اقول ايه. يعني انا بجد والله العظيم مش عارفه خالص ارد اقول ايه، وانا مأجلاها، هي المفروض كانت تتقال من فتره، بس انا بصراحه مأجلاها علشان عايزه افكر في رد، انا مش عارفه ارد اقول ايه. بس بالله عليكم بالله عليكم ما تبخلوش، يعني انصحوها، وانا برضو بستفاد من تعليقات حضراتكم جدا 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 برضو. حبيبتي بتقولي يا بسمة لما الزوج يكون محترم وكويس معايا، بس واحنا خارجين بحس انه بيبص وبتاخد باله من اي واحدة معدية، اعمل ايه في التصرف ده؟ انا مش عارفة بجد، يعني لحظة صمت، انا مش عارفة والله العظيم انا انا بيتهيألي دي من اصعب المواقف اللي جات لي، او التعليقات او المشاكل اللي جات لي، اللي انا بقالي كتير عماله اشقلبها في دماغي علشان الاقي رد، انا مش لاقيه رد، انا حرفيا انا مش لاقيه رد والله العظيم، انا مش عارفه اقول اي حاجه خالص خالص، غير ان ربنا يهديه، ربنا يهديه، ربنا يبعده عن الحرام، لان برضو سواء النظرة للراجل، ان انا كست ابص للراجل طبعا حرام، ان برضو الراجل يبص للست برضو حرام، يعني ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا حاجات، يعني للستات والرجاله هي نفس الحاجه، حرام حرام هنا حرام هنا. ف... فربنا يهديهولك، وربنا يبعده يا رب عن الحرام، ويهدي البيت ويهدي ليك يا حبيبتي يا رب، وربنا يكرهه، ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يكرهه في الحاجة الحرام دي، حتى لو يعني احنا مثلا نقول ايه، دي بصة عادي مش فيها اي، لا ما فيش حاجة اسمها عادي، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال حاجة حرام هي حرام، ما فيش حاجة اسمها بقى عادي او نعديها او كده، ما ينفعش. فادعي له، ادعي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يا رب يهديه ويهديكم لبعض، وربنا كده يكرهه في الحرام دوت، حتى لو حاجة بسيطة وحاجة صغيرة زي كده، ربنا يا رب يكرهه في الحرام ويحببه كده في الحلال يا حبيبتي، ويهديكم لبعض، اللهم امين امين يا رب العالمين. بجد الرجالة او الستات عموما، مش هتكلم على الرجالة وبس، او الستات،
ان هي لو فكرت في ربنا سبحانه وتعالى، وعرفت ان الحاجة دي، ان البصة انا هتحاسب عليها، ان لمسة الايد هتحاسب عليها، الكلمة انا هتحاسب عليها. لو كل حد فينا الكلام ده حطه في ودنه، ان دايما كده ان ربنا رقيب عليا، ان ربنا هيحاسبني، ان انا البصة دي انا هتحاسب عليها، ان الكلمة دي انا هتحاسب عليها. اكيد كلنا هنراجع نفسنا 1000 ومليون مرة ان احنا إيه، لا لا حرام، لا نقفل باب الحرام ده نهائي، سواء حاجة صغيرة او وليعوذ بالله، بعد الشر بعد الشر بعد الشر، يعني ربنا يكفينا شر الحرام. فربنا يا رب يهدينا جميعا ويصلح حالنا كده يا رب، ويجعل ربنا يجعلنا نخشاه ونخاف منه، وربنا يا رب يهدينا ويصلح حالنا جميعا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. فبالله عليكم اكتبوا لها علشان انا اشوف الحل ايه، وتفيدوني انا كمان، عشان بصراحة المشكلة دي انا مش عارفة ارد، عشان بعد كده لو لا قدر الله حد في الموقف ده ابقى اعرف تفيدوني، عشان ابقى اعرف ارد وكده. فربنا يهديكم لبعض يا حبيبتي ويصلح حالكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى، انا كنت مأجلة قلبة المطبخ دي بصراحة لما اخلص تربية دورة الفراخ. ليه بقى؟ عشان انا بنضف في المطبخ وبقطع ممكن نقطة مية وانا سايبة المطبخ مكشوف زي ما حضراتكم عارفين، وعلى غير العادة انا متعودة على طول ان انا ارضية المطبخ عندي تكون مكشوفة، بحس كده ان البيت نظيف والبيت مرتب، وبحس كده ان الدنيا متظبطة طول ما سجاد المطبخ مفروش. انما طول ما هو مكشوف مهما روق وامسح كل يوم وكده بس ما بقتنعش بان المطبخ نظيف غير لما يتفرش. فانا كنت بصراحه غسل السجاد بتاعه وكنت مأجله فرشه، قلت لما اخلص دورة الفراخ البيضة يعني اللي عندي وكده، وامسك بقى المطبخ امرشه، عارفين يعني ايه كده، تمسكيه وتنضفيه وتخليه كده على سنجة 10. فانا النهاردة كده الحمد لله بما اني بقى خلاص خلصت، فقلت امسك المطبخ بتاعي وانضفه واخليه زي الفل. كنت اتسألت على السيراميكا اللي انا حطاها فوق التربو تقيلة عليه ولا لا، لا مش تقيلة عليه، لا عادي جدا خالص وحلوة قوي. انا مستغلياها فوق، يعني زي ما حضراتكم شايفين هي حميال التربو من اي طرطشه ومن اي بقى دهون، لان التربو على طول جنب البوتاجاز، فممكن ايه وانا بحمر وانا بعمل اي حاجه تيجي طرطشه على التربو من فوق. وطبعا حاطه عليه زي ما حضراتكم شايفين برطمان بقى توابل اي حاجه زي كده بكون حاطه عليه. فحلوه قوي فكره دي، سيراميكا انا حطاها فوقه. اللهم صل على النبي. فمسكت بقى التربو ومسحته كويس كده وخليته بقى زي الفل، وجيت هنا بقى ايه شديت البوتاجاز وخرجت التربوهات، يعني بصوا خرجتهم كده بره المطبخ، ومسكت بقى الكورنر ده. الورق الحجري انا الجزئيه اللي هناك دي يعني عارفين ان هو ايه بيبقى بعيد عن ايدي شويه، فانا بحب بقى بما اني كده النهارده هنضف المطبخ بقى تنظيفه حلوه، فجبت كده الاسبونشه وبدات ان انا اللهم صل على النبي اغسل بقى الورق الحجري كده واكب ميه. يعني ليه بقى؟ انا طبعا بغسله وبمسحه بفوطه، بس عارفين اللي هو ايه في التنظيفات بقى الموسميه اللي انت بتعمليها مثلا المطبخ، واحد بيحب يكب ميه يمسح كده براحته، لان الارض بتكون مكشوفه والدنيا يعني تحته مفيش تربوهات، فانا بكب ميه بقى براحتي، فبيبقى حلو جدا جدا، يعني انتعاش بتحسوا كده ان المطبخ فعلا بيتنفس نظافه. ومسكت الجزئيه دي برضو وما شاء الله الورق الحجري ادام انت لازقاه كويس، يعني ملزوق كويس، مفيش فيه فراغات او كده، ما بيعملش حشرات ما بيعملش نمل. سبب النمل موجود في كل البيوت. هل كل البيوت مركبة ورق حجري؟ احنا مثلا مركبين ورق حجري في المطبخ، هل النمل موجود بس في المطبخ بسبب الورق الحجري؟ لا مش ده سبب خالص. اللي يقولك ان الورق الحجري هو اللي بيعمل النمل، لا مش يعني، دي مقولة لا اساس لها من الصحة. النمل موجود على حوض الوش، النمل موجود في غرف الولاد، بصوا النمل السنة دي فارض نفسه علينا فرضة محترمة يعني ما شاء الله. فمش بالورق الحجري هو اللي بيربي نملة او بيعمل النمل وهكذا، لا مفيش الكلام ده خالص. اللهم صل على النبي. النمل بيبقى جاي من بره، بيبقى مثلا مش هقول لكم بيتلم على رده ولا على عيش والكلام، لا لان انا عندي على حوض الوش، حوض الوش ده طيب عليه ايه انا مش فاهمه بصراحه، وبيتغسل كل يوم وزي الفل. طب انت موجود هنا تعمل ايه؟ او ماشي على الحنفيه وانت جاي بتصيف؟ انا مش عارفه خلاص بقى الجو طر، يلا بقى يعني يا مسهل. اما هو النمل بيختفي في الشتاء.
فالله المستعان. شديت بقى البوتاجاز برضو كده، ده كان ورا البوتاجاز، الحمد لله الحمد لله نضيف، لان انا بحافظ في استعمالي. وكمان انا يعني كل شهر، يعتبر كل شهر بعمل كده، بنزل الشفاط اغسله، وبعمل بغسل بقى السيراميك والارضيه وهكذا. فتحسوا كده ان التنظيف سهل والتنظيف حلو. فاعملي كده بقى قبل الشتاء وقبل السقعه، اعملي البلبطه الحلوه دي ونضفي المطبخ كده واغسليه كويس. طبعا بقى مسكت السيراميك من اللي يعني دعكته كويس، بالذات اللي هما الجنبين دول اكتر، عشان مثلا ايه لو انا بحمر حاجه، طرطشه زيت، طرطشه مثلا صلصه وهكذا، يبقى كده السيراميك عندي ما شاء الله ابيض منور وزي الفل. بالنسبه للورق الحجري جنب البوتاجاز او عندي الحوض، انا ما جربتهوش، يعني انا اتسالت عليه رايك يا بسمه في ايه، انا ما جربتهوش. زي ما حضراتكم شايفين انا حاطه بس الورق الحجري عند المطبخ، عند الرخامات بتاعه المطبخ وخلاص. انما بقيه المطبخ عند الحوض او جنب البوتاجاز انا مش حاطاه. فانا بصراحه ما جربتش، ما اعرفش نظامه ايه، فالله المستعان. مسكت بقى برضو الماسوره بتاعه الغاز، بحب ان انا امسكها كده اغسلها علشان تبقى نظيفه ومفيش عليها اي دهون، وتفضل بيضه ونظيفه كده وزي الفل، مش عليها بقى دهون ومزيته والمطبخ كده. على فكره نظافه المطبخ بتنعكس كل حاجه. تلاقي ريحة المطبخ حلوة، تلاقي ريحة وراحة، ريحة جميلة وراحة نفسية في المطبخ. الحاجة حواليكي كلها نظيفة، الحاجة حواليكي كلها ريحتها جميلة، نفسها حلو، مش نفس بقى زيت وسمنة وصلصة، لا مفيش الكلام ده خالص. تحس كده ان المطبخ ريحته جميلة ومكان مريح ترتاحي فيه، وتحبي وقفة المطبخ. طول ما المطبخ نظيف انت هتحبي وقفة المطبخ، وهتحسي كده ان المطبخ بيطلع عليكي طراوه. يعني انا بعد ما غسلته وغسلت السيراميك، وما شاء الله السيراميك بيلمع زي القشطه كده والبافته البيضه. عارفين حسيت كده ان هو ايه بيطلع عليا طراوه. فهو بيقول لي يعني مبسوط هو كمان بالنظافه دي. فالحمد لله يا رب والشكر لله. انا حطيت كيس شويه اي مسحوق، البرسيل ده كان اصلا عندي مش انا شارياه، يعني هو كان عندي بقاله فتره. انا عندي اكياس على فكره برسيل واكياس اريال، كنا شاريينهم من قبل غزه وفلسطين وحبايبي، واللي بيحصل فيهم دول حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. فربنا يا رب يحفظهم وينصرهم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. فحطيت كده شويه. انما انا مثلا لما هاجي اشتري، انا مش هشتري ولا اريال، يعني انا بقالي فتره طويله قوي قوي بشتري اريال جل. انا يعني ان شاء الله باذن الله انا ناويه في الشهر ده اشتري، بس مش هشتري اريال، انا هشتري اوكسي. في بدايل للمساحيق اللي سواء اوتوماتيك او عادي او صابون سايل او اي حاجه، في بدايل. فاحنا نشجع بقى اللي بلدنا المنتجات اللي هي اللي بتفيد مش بتضر وبتهدم وبتقتل، وربنا يحفظنا يا رب. فان شاء الله باذن الله انا هبقى اجيب اوكسي اوتوماتيك، وانا كنت جربته قبل كده، لان عندي واحده صاحبتي وحبيبتي كانت بتسالني بتقول لي رايك ايه في الاوكسي وكده. الاوكسي جميل، انا كنت جربته قبل كده الاوتوماتيك، وبرده جميل في المسحوق اللي هو اللي بتاع المواعين. وطبعا تحفه وحلو جدا جدا البودر بتاع الملابس. فندور كده على البدايل، وربنا يا رب يكرمهم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. جنب البوتاجاز ده بقى اللهم صل على النبي، مش بغسله يوميا، او يعني مش كل اسبوع لما باجي اغسل البوتاجاز، اللي احنا على طول متعودين مع بعض بنغسل البوتاجاز. ليه؟ لان هو جنب التربو، وانا اشد التربو اخرجه واقلل البوتاجاز من مكانه هيبقى صعب بالنسبه لي. فالجنب ده ما بيتغسلش الا بصراحه كل فتره طويله. فكان بالشكل اللي حضراتكم شفتوه ده، وانا برضو وريته لكم، بحيث ان هو برضو بصي مهما بتغيبي على الحاجه، يعني مش بتغيبي مدة طويلة، بتيجي بقى تنضفيها بتلاقيها تنضف معاكي سهلة، انك انت مثلا بتسيبيها شهر، ما بتسيبيهاش كتير، ما بتسيبيهاش سنة. بصوا بقى، وتنظيف النهاردة بدون خلطات، يعني مش هقولك بقى غير انا كل اللي انا مستعملاه في نظافة المطبخ عندي، انا حاطة كلور سايب مش كلوريكس، كلور سايب الكيلو ابو جنيه ونص او ب2 جنيه ده الرخيص الكويس ابن الناس ده. اللهم صل على النبي. حاطه منه شويه اللي حضراتكم شفتوهم، وحاطه شويه من اي مسحوق بقى، اي شويه مسحوق كده اهو، حطيهم رغي المطبخ، اقول لك رغي
امسحي، كتري، نضفي، مش هقولك لا في المطبخ بصراحة. ليه؟ علشان بيبقى احنا عايزين حاجة، لان ده مطبخ، بخار الماء اللي بيبقى طالع من الاكل وكده، والابخرة اللي طالعة طبعا بتبقى كلها دهون. فاحنا عايزين حاجة بقى عارفين اللي هو تضيع اي دهون حتى لو مش مرئيه، يعني بتبقى مثلا دهون بسيطه. فانت بقى تمسكي الحيطان بتاعتك تغسليها دعكه كويسه، والارضيه برضو دعكه كويسه، وتحت المطبخ انا عندي برضو كبيت كده شويه من الميه بالمسحوق ده والكلور، ودعكت الارضيه وخلينا كده الدنيا ما شاء الله زي الفل. ويعني وشديت طبعا التربو اللي هنا، والمخللات انا حاطه المخللات هنا. ليه؟ لان هي ملهاش مكان عندي غير هنا، غير اللي هي تحت الحوض يعني وكده. ف فالحمد لله. وطبعا المخللات متقفله عليها كويس، يعني مفيش اي حاجه. وعشان كمان المخلل بينزل، عارفين اللي هو ما تعرفوش بقى من التفاعل او بيبقى بينزل كأن شويه ميه، حتى لو احنا حاطين شويه ميه صغيرين، مش مليانه للاخر. فبحب احطهم كده عند الحوض او عند المصفى، بحيث ان هو لو في اي حاجه خرجت من البرطمان يبقى عند البلاعه، مش جوه المطبخ ولا كده. كده انا خلاص مسحت ونشفت بقى كويس جدا جدا بالشرشوبة. ويخلينا كده اللهم لك الحمد نرجع بقى كل حاجة كده تاني. اتفضلوا، اهلا وسهلا، اتفضلوا، شرفتوا ونورتوا، اتفضلوا. نضفنا كده كل حاجة وخلينا الدنيا بقت تمام وزي العسل. الحمد لله يا رب والشكر لله. والسيراميكا خلاص انا هرجعها كده تاني بقى في مكانها، واحط عليها بقى. انا برضو مسكت المنظم ده وغسلته، والبرطمانات دي برضو مسكتها وغسلتها وفضيت اللي فيها ونشفتها كويس جدا، وحطيتها بقى تاني. رجعت الملح بالشطة والملح بالكمون والملح بالفلفل يعني مكانه. خلاص كده خلصت، تبقى جنبي، لان انا ما بستغناش عن المنظمين دول بصراحة. والملح دول اكتر حاجة انا بستعملهم، يبقوا قريبين من ايدي، حلوين يعني وكده، الواحد يبقوا قريبين منه على طول. والسجاد طبعا احنا كنا غاسلينه مع بعض. هفرشه بقى كده. وبصوا، شمين ريحة النظافة؟ لو شمين ريحة النظافة قولوا لي ايوه يا بسمة، شمين ريحة النظافة. كله جديد في جديد ونضيف ما شاء الله تبارك الله. كده اللهم لك الحمد يا رب ولك الشكر. يعني بصوا انا مبسوطه قوي ان انا فرشت المطبخ وخلصته، وخليته بقى زي الفل. كل حاجه اتغسلت، كل حاجه نظيفه. مفيش طبعا احسن من كده. البوتاجاز ده صديقنا الصدوق، على طول بنغسله وبننضفه ومخلينه اصلا يعني عروسه كده على طول. البتاعه دي وقعت ما جراش، هبقى اللي هي كيتشن، هبقى الزقها تاني يعني وكده بمسدس الشمع. وبصوا بقى زي ما حضراتكم شايفين، بصوا السيراميك مراية، يعني حرفيا مراية ونضيف وزي الفل، وتحسوا كده ان هو بيتنفس نظافة. والبرطمانين دول زي ما قلت لحضراتكم غسلتهم كويس وخليتهم بقى كده بصوا منورين. والمنظم نفسه انا غسلته. بصوا كل عسل، كل حاجة خليتها بقت زي الفل. وفي الاخر بعد ما خلصت كبيت شوية كلور خام في المصفى بتاعة الحوض. الكلور ده بقى بصوا يعني بيغسل كده وكمان قلت عشان تعقيم، علشان خاطر انا كنت اليوم ده يعني منضفه طيور وكده، يبقى الحوض عندي متعقم ونضيف. بقى المخللات ملهمش مكان الا هنا، احطهم فين؟ يعني هما بصوا ملهمش مكان غير هنا. وطبعا بقى الطبق المنظم اللي انا حاطه تحت الحوض ده، حاطه فيه مثلا جيركن الصابون السائل، جيركن الكلور، جيركن مثلا الديتول، اللي هي الحاجات دي انا حاطه فيها اللهم صل على النبي الحاجه بتاعتي. كده انا خلاص خلصت. والحمد لله رب والشكر لله. اليوم كان بالنسبه لي حافل ومليان الحمد لله، وطفينا النور. وكده انا خلاص يومي خلص، واقول لكم تصبحوا على خير، او بقى انتوا هتشوفوا الفيديو الصبح. يلا كده انا خلاص خلصنا. يلا قومي شوفي اللي وراكي وما تكسليش، ودايما قولي اللهم المستعان وربنا يا رب يعيننا. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم ويحفظهم، ويا رب يشفي جرحاهم ويرحم موتاهم وشهدائهم، يا رب يتقبلهم من الشهداء. اللهم امين 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 يا رب العالمين. من قلوبنا والله العظيم الدعوة صافية من القلب، من جوه القلب. ربنا يحفظكم وينصركم ويتولاكم برحمته الواسعة يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم جدا في الله، اشوفكم على خير. بالسلامة.